أخيرا بقيت أعرف أحط حدود. بقيت عارفة أتعامل إزاي مع الناس وأوقفهم عند حدهم. عرفت قيمتي كويس، ودي أهم حاجة. بقيت مرتاحة وعندي سلام نفسي. ما بقتش أبذل مجهود وارضي الناس على حساب نفسي زي الأول. مش بس كده، زي ما في حاجات كويسة حصلت لي، في حاجات برضو زعلتني. مثلا إني بقيت لوحدي أكتر، بس ده مش وحش. أنا بقيت أقضي وقت مع نفسي وأفهم نفسي وأقدر نفسي واكتشفت حاجات كتير عن نفسي. خسرت ناس مكانوش بيحترموا حدودي، كانوا بيأذوني. ما بقتش أتكسف لما حد يحاول يوترني أو يحرجني أو يحطني في نقطة ضعف أو يحطني في موقف محرج. بطلت أرضي الناس وأمشي على هواهم على حساب نفسي وأذي نفسي عشانهم. كل الناس الاستغلالية والمتطفلين كلهم بلا استثناء خرجوا من حياتي. ومش بس كده، ثقتي بنفسي زادت جدا. بس لو انت مش بتعرف تحط حدود او لسه ما حطتش حدود مع الناس اللي بيأذوك، الناس اللي بيستغلوك عاطفيا وماديا وكل حاجة، صدقني انت هتبقى خسران كتير. في حاجات كتير هتبقى فايتاك، هتضيع عمرك كله وترضي الناس وقاعد تتفرج على نفسك ما عملتش اي حاجة. مفيش احلى من ان احنا نحب نفسنا، نقدر نفسنا، وثقتنا بنفسنا تزيد.